السلام عليكم ورحمة الله. تتذكرون من آخر مرة من قلت لكم أن الإمام الهادي انسجن أكثر من مرة بسبب المتوكل. واحدة من السجون هاي كانت يعني سجن وعذاب بنفس الوقت، عذاب يعني عذب الإمام عذاب مو طبيعي. وهو هذا السجن شنو؟ جاب الإمام خلاه بسجن، وسجن حفر له حفرة، هاي الحفرة كلش عميقة، يعني شلون أقول لكم شلون البير. ايوه، قال للإمام هذا البير راح يكون قبرك، يعني انت راح تموت هنا بالسجن. طبعا ما اقدر اخلي الصوت لان بيه حقوق ومخلين قصيدة، فانا راح اسولف، راح ازعجكم بصوتي. فمثل ما تشوفون هو هذا البير يعني من الداخل، ما حصلت غير هذا الفيديو القصير صراحة. يعني تخيلوا هذا البير كان يعني احتمال انه كان الامام يطبه هنا او يعذبونه هنا، لان ما موجودة هيك رواية. بس الموجودة انه هذا قال المتوكل قال للامام انه هذا راح يكون قبرك، احتمال عذبوه هنا ما حد يدري. بس هو يعني قال له انه انت راح تبقى هنا، هو عزله بسجن وبهذا السجن خلاله هذا البير، يعني بنفس المكان. اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي، يعني بنفس المكان بنفس السجن بنفس الغرفة خلاله هذا الحفرة. قال له هنا راح تموت وهنا راح تندفن، عذبه عذاب بهاي الطريقة. هسه اريد منكم انه بالجوجل تكتبون معجزات الامام الهادي وتبحثون عنها، لان صراحه هواي هن ما راح اقدر احكيهن كلهن، راح احكي لي قصتين لا اكثر ولا اقل، الباقي واجب عليكم. واحده من ذين المعجزات كلش حلوه اتمنى تشوفونها، انه الامام رد البصر لطفل. والمعجزه الثانيه انه خرج ماء للقافله. يعني هواي معجزات ما راح اقدر احكيهن كلهن، بس كتبوا معجزات الامام الهادي. أنا هاي بالنسبة لي واحدة من أحسن المعجزات اللي قريتها واللي شفتها بالنسبة لي. هسه تقولون لي ليش عباس؟ هسه راح أقول لكم ليش. شخص اسمه يحيى ابن هرمثة يقول إننا نزلنا منزلا لا ماء فيه، يعني قصده صحراء وما بيها ماي. شنو تذكركم هاي؟ نعم، الإمام الحسين، كربلاء، صحراء ماكو ماي، أو قطعوا عليهم الماي، يعني قصدي صحراء ما بيها ماي. ايش سوى الامام؟ هسه باثناء هذا الشرح راح يوضح ايش سوى الامام عليه الصلاة والسلام. المهم يقول احنا مشينا 10 كيلوات، فيعني وصلوا القاع، راح احكي لكم اياها بالعراقي حتى تفهمونها. وصلوا القاع بيها عيون، يعني شلون اقول لكم، برك مال ماي، او يعني شلون، مياه جوفية باختصار، واشجار وزرع، وبس الزرع ماكو لا فلاح ولا ناس ولا بشر يمها. فشربنا وسقينا دوابنا، يعني سقوا الجمال اكرمكم الله الاحصنه وهاي السوالف، سقوهم يعني شربوهم ماي. وقمنا العصر وراحوا، يعني مشوا شربوا خلصوا ومشوا. اي فيقول كان عندي كوز فضة ما اعرف شنو، بعدوا مسافة وعطش مرة ثانية، فرجع بحصانه لهاي المنطقة اللي كانوا بيها من الساعة سوالفتها لكم. فمن رجع لهذا الصحراء فريته جبا يابسا، يعني شاف قاع يابسة ما بيها اي شيء، لا ماي لا زرع ولا خضار، نفس المكان اللي كانوا بيه كل شيء ما بيه فارغ، رجعت صحراء كل شيء ما بيها. وهذا الكوز اللي هو نساء كوز فضة لقاه بنفس المكان اللي هو تركه بيه، نفس المكان اللي هو كان يشرب بيه ماي ويسقى بيه الحصان مالته، لقاه بنفس المكان بالضبط، ولقاها صحراء. يلا بالله، وين راحت الزرع؟ وين راح الماي؟ وين راح الاكل؟ وين راح ماكو، كل شيء ماكو. فلما قربت من القطر والعسكر وجدته عليه السلام، يعني لقى الامام الهادي واقفا ينتظر، فتبسم صلى الله عليه ولم يقل لي شيئا إلا وقلت له سوى ما سأل، يعني لحد ما سأله هو، يعني لحد ما سأل الإمام قال له وجدت الكوز، يعني قال له أنت رحت لقيت الكوز؟ فعلمته أني وجدته، قال له إيه وجدته لقيته. ما أدري شو أقول لكم. الإمام سوى هاي كلها معجزة، سواها كلها، طلع لهم ماي وأشجار وفواكه وكل شيء طلع لهم. يلا ويجيك واحد يقول لك الإمام ما عنده معجزات. وين تودينا هاي؟ وين تودينا هاي؟ ترجعنا للإمام الحسين صلى الله عليه. الإمام الحسين نفس الحالة، الصحراء مقطوع عليه ماي، ما يقدر يسوي مثل الإمام الهادي؟
ما يقدر؟ يقدر ويقدر يسوي اكثر. يجيك واحد سرسري الحسين مات عطشان. لا اله الا الله. والله انت تموت عطشان، الحسين ما يموت عطشان. انت واجدادك واسلافك كلهم يموتون عطشانين. الحسين امام معصوم، شلون يموت عطشان؟ لا. والدور يقول هل من ناصر ينصرني؟ شنو قصدهم؟ الحسين مات ما عنده لا ناصر ولا معين، او استشهد لا ناصر ولا معين. الحسين محتاج ناصر ومعين، محتاج ناس تنصره. يرادلكم وأعلمكم عن أهل البيت شنو هم، من هم. ما أدري أنتم شيعة لو منو، ما أدري. أنا ما متأكد إنه أنتم شيعة، ما متأكد صراحة. اعذروني شوي لأن عصبت، بس والله محروق قلبي، وخاصة بهذا الوقت، بهذا الشهر، بشهر عاشور، وأسمع هيك شغلات إنه الإمام الحسين استشهد عطشان، أو استشهد محتاج ناصر ومحتاج معين ومحتاج ناس، واستشهد ذليل. استشهد ذليل، ركزوا لي على الكلمة ذليل. محتاج ماي، محتاج ناس تنصره، محتاج ناس تعينه، محتاج ناس تدافع على عرضه. هذا الإمام الحسين، هيك الإمام الحسين محتاج ناس تدافع على زينب. هو الإمام الحسين محتاج غير أنتم تقولون. أنا لا أقول أنتم تقولون إن الإمام الحسين يقول هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ أكو واحد يجي يدافع على عرضي؟ شاتش مالك ما تدافع على عرضك، انت مو امام. ليش تقولون هذا الكلام عن الامام الحسين؟ ليش؟ الامام الحسين يحتاج هذا الشيء، يحتاج واحد يدافع على عرضه. هاي الروايات ما ادري شو منين يجيبوها، ما ادري، استغفر الله يا الله. هاي الروايات ان صحت وان كانت موجودة فعلا على الامام الحسين، فتفسيرها ان شاء الله يمي. اذا تردون اسوي لكم فيديو تفسير هاي الروايات، ما عندي مشكلة. اذا ما تردون وما تاخذون كلامي كيفكم، هذا امامكم وروحوا اقتدوا بيه. يحتاج ناس تدافع على عرضه، يحتاج ناس تنصره، ويحتاج ناس تعطيه ماي. بعد ايش محتاج؟ ما ادري. شوفوا ايش محتاج ناس تعطي للطفل مالته ماي، محتاج ناس مات كتله، ويبكي على المشركين. هاي رواياتكم لو مو رواياتكم؟ غير هاي رواياتكم عن الامام الحسين لو لا؟ روح اقروا رواياتكم، روح اقروا المقتل، اقروا. اخير شيء الشمر رادي كتله يقول له بالله عليك اسقني ماء، عليك الله اعطيني ماء قبل لا اموت. صدق تحجون؟ ما ادري، ما استغفر الله. ما الامام ذليل الدرجه. قسما بالله بعد حتى ما خلق احكي، ما له هسه احكي بالفيديو والله. منا وقوم خلصت الحلقه، اذا تريد قوم خلصت الحلقه. خل احكي لكم قصة زينب الكذابة. وحدة تدعي انه هي زينب بنت الامام علي عليه الصلاة والسلام. شوي نغير الموضوع لان انا تعبت، والله تعبت منكم قسما بالله. وحدة تدعي انه هي اسمها زينب، او هي زينب بنت علي. هي اصلا مو اسمها زينب اصلا. المهم وحدة تدعي انه هي زينب بنت الامام علي. اجت للمتوكلة تقول له انا زينب بنت الامام علي. يقولها شلون انت زينب بنت الامام علي؟ هي زينب اصلا مستشهدة من زمان، واحنا يعني بعصر الامام الهادي. وما قال الامام، يعني بعصر الامام الهادي، وزينب مستشهدة ورا الامام الحسين بسنة واحدة استشهدت. شو تقول له؟ تقول له انه رب العالمين يرجع لي شبابي كل 40 سنة. تقول له رب العالمين يرجع لي شبابي كل 40 سنة، يعني كل 40 سنة ارجع شابة. ماكو هيك منطق. قال لها تمام. فصح الامام الهادي عليه الصلاة والسلام، قال لها هاي تقول كذا وكذا، تقول انا زينب. قال لها انت تدعين انه انت زينب بنت علي. تمام. المتوكل عنده 6 اسود حابسهم المتوكل عنده 6 اسود حابسهم بقفص او بسجن يعني. فقال لها اذا انت زينب بنت علي، نحن ابناء علي ونحن ابناء فاطمة، ما تاكل اجسادنا السباع والاسود. انت مو تقولين انا بنت فاطمة؟ طبوا بهذا القفص ما راح ياكلك الاسود. يعني قالت له انت تريد تقتلني؟ طبعا الاسود راح تاكلني. انت تريد ان تقتلني؟ قالت للمتوكل هيك. قال لها المتوكل حل النزاع، انت مو تدعي انه اولاد فاطمة ما ياكلوا هم الاسود والسباع. السباع معناتها الحيوانات المفترسة.
فقال له نعم، وقالها انت مو تدعين انه انت بنت فاطمة؟ قالت له نعم. قال له انت طب اول شيء للاسود اكلتك الاسود فانت كذاب، واذا ما اكلتك فانت صادق. فعلا هو الامام طب الاسود. قامت تتمسح بردائه، قامت تتمسح بهدومه، تتبرك بيه يعني، وقعدت يم الاسود كل شيء ما سوت له. وهي فعلا اهل البيت ما تاكل اجسادهم السباع والاسود وهاي السوالف. اي فبعد ما تبركت بي هاي مرة تخبرت، قامت تبكي وتصيح، وهاي عرفت انه هي كذابة. فطلع الامام من السجن، من هذا القفص اللي باسود يعني. وقامت هاي اسمها زينب تقول انا اصلا مو اسمي زينب، انا فلانة بنت فلان، وسويت هيك لان محتاجة وفقيرة، وقلت انا بنت علي يعني وانت تعطوني فلوس. فالمتوكل راد يذبها للاسود على مود تاكلها. فهي قامت تبكي، قالت لا انا كذابة ما ادري شلون. فانتهت القصة. اخر شيء جت ام المتوكل اخذتها منه، نقذتها يعني، وتكفلتها وطتها فلوس وهاي. قالت يعني بعد لا تعيدين هاي السالفة. بعد اكو فيديو راح انشره لو باشر لو عقبه. واذا تردون اسوي لكم فيديو عن الامام الحسين عليه الصلاة والسلام، عن قصته، ليش قال هيجي، هل من ناصر، انا عطشان وحق جدي، يحلف بالنبي محمد، يقول وحق جدي انا عطشان، يحلف ليش قال هيك، ليش سوى هيك، ليش ذلل من روحه، ليش؟ اذا تردون اشرح لكم اياها ما عندي مانع، كتبوا لي اشرحها. ما تردون اهلا وسهلا، وانا ما خلق اسوي فيديوهات هواي. خلي هذا الاعتقاد الي، هذا الاعتقاد انه الامام معصوم غير محتاج قتل، غير محتاج لا ناصر ولا معين ولا ماي، وقتل غير عطشان، قتل غير عطشان. هذا اعتقاد يعني.